السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده باذن الله هنعمل محشي، فقلت ايه، جبت خضره اهي وجبت كرنبتين هنقطعهم مع بعض. علقت على ميه هي تسخن على ما اقطع الكرنب وهنسلقه مع بعض ان شاء الله. وهقطعهم طبعا زي ما انتم شفتوا، حطيت الميه وهقطعهم بقى اهو واحده مع واحده كده اهو. بسم الله، واحده واحده كده اهو. هنعمل محشي كرنب بقى. الكرنب ده بلدي جميل، كرنب ده ما شاء الله جميل. بنفتحها كده اهو، كل واحد له طريقه ايه في تقطيع الكرنب. اهي دي هنقطعها على ما قطعتها، والتانيه برضو ايه الورق الاخضر ده ببقى احطه في ارضيه الحله كده بالطريقه دي كده. مش هياخدوا سلق حاجه، الكرنب ده ما شاء الله في ثانيه مسافه ما بنحطه في الميه بيطلع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اهو قطعتهم زي ما انتم شايفين حضراتكم كده. هي انا بقى هسلق ايه، حطيت الميه اهي، الميه زمانها سخنت، هنحطهم برده مع بعض اهو. حطيت الورق وعلقته على الميه، والوقت هقلب بقى. احط الزيت اهو، الزيت يسخن. قلت يعني ايه، يعني عين على الميه وعين على التقليه ومقطعه الورق، ببقى جاهز كده وانا واقفه كده. هي سخنت، ما بغليهاش قوي عشان الكرنب ما يتهراش، يا دوب كده وغطسها في الميه كده اهو بالمنظر ده كده. استنى بس دقيقتين اتنين بس واقلبها الناحيه التانيه اهون. وبعد ما الزيت قدح اهون هحط انا طبعا مقطعه البصل، والبصل ما شاء الله المحشي بيحب البصل ما شاء الله كتير. البصل المحشي بيحب البصل الكتير، يحب الزيت الكتير والبصل الكتير. طب انت بقى اعمل اهون. وبعد ما حطيتها اقلبها، قلت لكم دقيقتين واقلبها برده دقيقتين عشان ما يغيبش، لان الكرنب ما شاء الله جميل بلدي وورقته حلوه، مش بتاع الاسكندراني اللي هي ورقته تخينه دي، لا ده البلدي اهو. ثواني برده وهشيل. اقلب البصلايه هي برده لحد ما تصفر كده او تدبل، واجيب الطماطم اقوم حطها على البصلايه. وبعد ما اتسلقت اهي هنطلعهم بقى. بسم الله. بس طلعنا اهو الكرنب، هكمل الكميه بقى. وبعد ما هي البصله دبلت اهي هقوم نازله بقى بالطماطم عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك. الطريقه اللي احنا بنعملها على طول المعتاده اهي كده، واقوم عامله كده اهو وشايله اهو العنقود ده اهو بالشكل ده، واقطع بقى كده على قد المحشيه، عايزاها كبيره عايزاها صغيره عايزاها طبعا بنحب الصغير. نقطع بيها زي دي كده كده، قطع بالعنق ده بالشكل ده كده، العنقود ده اهو واهي كده. البهارات اهي عباره عن كزبره ناشفه وكمون وفلفل اسمر بابريكا، شويه ملح، وحطيت شويه شطه كده اللي يحب هحطها الوقت، هحطها على التسبيكه اهي. سبكت اهي بالمنظر ده اهو، وحطينا البهارات. هنحط بقى عليها الخضره، احنا خرطينها طبعا اهي، واقلبها في الفتة البتاع عشان ما تسودش. لو حطيت الخضره وهي بتتسبك يعني النار والعه، الخضره ايه هتغمق، انما كده مش هتغمق ان شاء الله. جبت الخضره اهي، وطبعا انا نقع الرز غسلاه، لازم انقعه نص ساعه كده بتاع المحشي او ربع ساعه على حسب. وهو قلبتها بقى، هجيب الرز برده واقلب الخلطه على بعضها ونحشي شويه ان شاء الله مع بعض. تسبيكه وقلبت الخضره، هرجع بقى غسلت الرز، وبعد ما نقعته شويه هحط بقى، بعد ما نقعت الرز يجي نص ساعه غسلته اهو وصفيته كويس، هحطه بقى في التقليه واقلبه. نقلبه بقى مع بعض بالشكل ده اهو. قلبناه اهو، بنقلبه اهو، قلبته كويس ما شاء الله، شكله احمر اهو جميل ما شاء الله، طماطمه كتير وحاجته كتير، يبقى الايه المحشي يبقى كويس كده. هو باين في الكاميرا انه فاتح، انما احمر ما شاء الله جميل، طماطمه كتير وحاجته كتير اهو ما شاء الله. جبت بقى الحله الصغيره اللي هحشي فيها، طبعا هفرشها ورقه كده في الارضيه عشان ما ايه اما اجي احشي المحشيه وانا بسويها ما تتعبش ما تحرقش. احشي بقى بالمنظر ده كده، الصبع صغير كده زي ده اهو، ورقايه كده، ونحط فيها شويه رز ونلفها بالطريقه دي، نطلع الصباع ما شاء الله كده بالمنظر ده اهو. هحشيهم بقى، هحشي الكميه كلها واجيلكم.
هي المحشي خلصت محشي. طبعا انا عامله حله كبيره وحله صغيره. الحله الصغيره دي اعلق عليها بس كده، وطبعا نحط القعد ليها شوربه، يعني شوربه ميه ومرق الدجاج اللي ما عندوش شوربه يعني. بسم الله. طبعا عنده شوربه وغليها هي، احطها بسم الله بالمنظر ده اهو. بسم الله. يا دوب بس تغطي اهو القعده اهو. يا دوب الميه هي الشوربه تغطي المحشي كده اهو بالمنظر اللي انتوا شايفينه دون. واحطها على الحل على النار تغلي بقى، ولما تغلي وتنشف اقوم موطيه، وهنبقى مع بعض برضه. اهو المحشي زي ما انتوا شايفين اهو، انا موطيه عليه بعد ما غلي من نشف من الميه. وطيت عليه خالص وسبته بقى يتشرب. هسيبه يتشرب براحته ونغرفه مع بعض. جبناه من على البوتاجاز، هنغرفه مع بعض اهو. هنحط الطبق باذن الله كده اهو، هنقلبها مع بعض اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهي بسم الله الرحمن الرحيم. اهي. وبعد ما اهي بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. قلبت في البتاع اهي ما شاء الله. ريحته بقى بسم الله ما شاء الله، ريحته جميله وطعمه اجمل. وطبعا الشتاء بقى دخلت، الشتاء دي بتحب ايه؟ بيحبوا المحشي الكرنب، والمحشي الكرنب الايام دي متوفر والكرنب حلو ورخيص. بعد ما قلبناه هون مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه الجميل ده هون، بسم الله ما شاء الله جميل. وشفتوا ما شاء الله الصباع جميل ماسك نفسه ما شاء الله جميل، يعني بسم الله ما شاء الله تحفه. وعملته جنبه فراخ بالفيجيتار، وان شاء الله نبقى نعملها في فيديو تاني باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وتحطوا لايك وعشان يوصل لكم كل جديد. وكل سنه وانتم طيبين.